ليه بنعمل 3 علب فوق و3 علب تحت؟ عشان خاطر الخدمات لو جت تحت، الخدمات لو جت فوق، وكل علبه من دول لها وظيفه. حنا الباب بتاع البلكونه على الشمال علشان استفيد بالجنب ده كله، اعمل فيه ركنه، وزي ما المحاره باينه اهيت ان هنا كان في طوب مبني وعاملين محاره في الجزء ده. عاملين علبه للغساله. يفضل كابينه الشاور لما تيجي تعمل كابينه شاور مشي الماسوره قبل السيراميك. الغطيان دي كلها بتاعت الفتحات اللي هي موجوده في الباب المصفح، احيانا في ناس ما بتركبهاش، ممكن ينسى غطا يقع منه وهو الباب جاي. ما تقبلش ابدا الباب من غير الفتحات دي. ليه؟ عشان لما بنحط فوم ورا ومونه ممكن تبقى تظهر من هنا وتعمل مشاكل بعد كده في الباب. الدليفري هنا لما بقى افتح الدليفري كده وافتح كده الباب بتلاقي هنا ظهر ايه؟ تاخد شويه كده، هات الكاميرا هنا كده، بتلاقي ظهر معاك ايه؟ القفل بتاع الدليفري ده لازم يكون موجود معاك. طيب بتشطب شقه وطبعا الصناعيه معاهم المفتاح. اوعى تسيب لهم المفاتيح دي كلها او تسيب لهم المفتاح العمومي. ده العمومي بتاع ايه؟ بتاع الباب. السيراميك عشان زي ما انتم شايفين كده بيكون مطبق معاه قافل جدا على السيراميك ومفيش اي تعقيب عليه، ولسه بنديله بعد كده بقى ايه؟ معجون وبنقفل كل الكلام ده. تقرب من بعضها كل ما العزم بتاع الجبسون بورد بيكون ايه؟ متين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس إبراهيم من شركة المعمار الذهبي للتشطيبات. معنا موقع جديد في العبور، مساحة 190 متر. النهارده احنا خلصنا مرحلة السباكة والكهرباء، عاوزين نمر عليهم مرورا كده ونتكلم فيهم مع بعضنا. ده مدخل الشقة، تمام؟ اول ما دخلنا على طول احنا هنتكلم اول حاجه عن الكهرباء وبعد كده نتكلم عن السباكه. لما دخلنا على طول، اول ما دخلنا اللوحه طبعا على اليمين، تمام؟ في برضو حاجه شائعه، اغلب المهندسين بيحط لوحه الخدمات او لوحه الاتصالات جنب اللوحه الرئيسيه، وده طبعا مش مستحب. هو الافضل ان انت تحط لوحه الخدمات في افضل مكان في وسط الشقه. هي لوحه الخدمات وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان فيها الراوتر اللي هو بيوزع للشقه بالكامل، فافضل مكان ليها ان هي تبقى في وسط الشقه. يعني تعالى معايا كده، احنا هنا حاطين لوحه الخدمات فين؟ حاطين لوحه الخدمات في الطرقه وعلى مستوى عالي. يبقى الراوتر موجود في وسط الشقه بيخدم على الشقه كلها ومستوى عالي عشان الاطفال. يعني برضو في بعض المهندسين بيحطها في منسوب واطي، يا اما بيحطها جنب الشقه، وده طبعا مش يستحب. نتكلم بس على الريسبشن كده. ده معانا اول ما دخلنا هنا الريسبشن. هنا الريسبشن طبعا عملنا العلب الواطيه دي كلها برايز وخدمات، وعملنا على العالي ده كله اباليك. هنا الشاشه بتاعتنا هنا على الشمال. الشاشه هنا طبعا في تاسيس الشاشات يفضل انك تعمل 3 علب و3 علب. طبعا اتكلمنا فيها قصه كبيره قوي، ليه بنعمل 3 علب فوق و3 علب تحت؟ عشان خاطر الخدمات لو جت تحت، الخدمات لو جت فوق، وكل علبه من دول لها وظيفه. في علبه خاصه بالدش والنت وعلبه خاصه بالبرايز الخدمات، عشان طبعا ما ينفعش احط طبعا الدش مع النت يبقى في شوشره والكلام من ده. هنا طبعا العالي ده كله برايز على العالي عشان في هنا قاعده ركنه كبيره، فعاملين كلها البرايز على العالي. طبعا التكييف مكانه طبعا. وهنا برضو في برايز على العالي عشان في هنا سفره، الجزء ده فيه سفره. ان شاء الله نرفع صوره للتصميم معانا واحنا شغالين، يعني ان شاء الله هحاول ارفع لكم الصور للتصميم الموقع ده بحيث انك تبقى متخيل معايا الوضع. احنا طبعا انتهينا من الجبسون بورد بالكامل، ولكن لسه طبعا جبسون بورد هنبدا نفتح فيه ونشتغل فيه مع بدايه المرحله الثانيه في الكهرباء. في برضو تعديل معماري بسيط عملناه هنا. كانت في الشقه اول ما دخلنا الشقه كان موجود عندي هنا المدخل بتاع الشقه، في الوسط هنا المدخل بتاع البلكونه. طبعا رحلنا على الشمال عشان رحلنا الباب بتاع البلكونه على الشمال علشان استفيد بالجنب ده كله، اعمل فيه ركنه، وزي ما المحاره باينه اهيت ان هنا كان في طوب مبني وعاملين محاره في الجزء ده. برضو في تعديل تاني عملناه، المطبخ برضو. المطبخ هنا الفتحه بتاعه المطبخ كانت اقصى الشمال، احنا عملنا كسرنا وجبنا الفتحه في وسط المطبخ بحيث ان انا لما ادخل من الباب دي هتبقى معبره كلها، تمام؟ لما ادخل منها يبقى عندي جزئين وحدات خاصه بالمطبخ، يبقى انا استغليت الجزئين وحدات خاصه بالمطبخ. هنا غرفه عندي، غرفه الاولانيه هنا غرفه البنات، وهنا عندي غرفه ثانيه غرفه الماستر. طبعا غرفه الماستر كبيره ما شاء الله. طبعا عاملين الخدمات بتاعت السرير على الجنبين، وطبعا في التصميم في ليد بروفايل جنب السرير فمطلعين له الكهرباء بتاعته، الخراطيم بتاعته. وهنا برضو الشاشه بتاعت غرفه النوم، برضو ال3 علب فوق وال3 علب تحت. مهم جدا ال3 علب فوق وال3 علب تحت. برضو في غرفه الاولاد، هنا غرفه الاولاد برضو عباره عن سريرين، وهنا برضو الشاشه في الوش. الشاشه برضو هنا برضو معمول حساب 3 علب فوق و3 علب تحت، نفس السيستم 3 علب فوق و3 علب تحت. نبص بقى ببصه سريعه كده على السباكه. هنا في الوش على طول معايا هنا حوض، والسخان طبعا على المنور. هنا حوض في الوش عند الشباك، تمام؟ هنا برضو في فكره في الغساله، عاملين علبه للغساله. العلبه دي
يعني المفتاح مش معايا بتاعها. العلبه دي بحط فيها الجلبه بسن بتاعه الغساله، بحيث ان هي اصلا في بعض الشغل بتبقى خارجه لبره، فلما تيجي تحط الغساله بتلاقي الغساله ايه خرجت لبره ايه سنتي 2 سنتي. فاحنا لما بنعمل العلبه دي بنحط فيها الجلبه بسن بتاعه ايه بتاعه الغساله، بحيث ان هي ما تنطرش لبره معايا. طبعا العلب دي كلها خدمات للغساله والديب فريزر والثلاجه والكلام ده كله. هنا برضو في حاجه عاوز اتكلم فيها. العلب كتير، يفضل ان يبقى في علب كتير في المطبخ علشان الميكروويف، الخلاط، كل حاجه يكون ليها مكانها، بحيث ان انا ايه ما ادخلش الدنيا بعضها او يحصل ماس او قفله لا قدر الله. هنا الحمام، طبعا دخلنا الحمام. هنا طبعا حوض، وهنا قاعده، وهنا هو عاملين كابينه شاور خاصه بالجزء اللي هنا. برضه في نقطه مهمه جدا في كابينه الشاور، يفضل كابينه الشاور لما تيجي تعمل كابينه شاور مشي الماسوره قبل السيراميك. اغلب الشاور او الحاجات اللي بتيجي بعد السيراميك بتتحط فوق السيراميك بتبوظ بسرعه. فاحنا لما بنطلع الماسوره البولي تحت السيراميك بجيب بس الطاسه او والدش اللي هجيبه لفوق، مش هيتبهدل خالص ولا يهتلك معايا. ده يعتبر قريب من شغل الدفن، وشغل الدفن كله بيكون بنفس النمط ده كده، وده بيبقى قريب منه، وده بيفضل يعني. انا عندي كام ملحوظه على الباب المصفح عاوز اوريها لكم عشان تاخدوا بالكم منها لو انت بتركب باب مصفح يعني. تعالى معايا كده. اول حاجه بص تركيبه الباب، ارجع ورا شويه. تركيب الباب لما تيجي تقفل الباب، تيجي تستلم الباب، بلمسه بس، بلمسه قفل، مش بقى بيحك وكده، لازم تبقى مستلم استلام صح. وهنا الباب مع تكه الفتحه. ايه بقى الملحوظه اللي انا عاوز اقول عليها؟ حاجات مهمه خد بالك منها. رقم واحد، اول حاجه الغطيان دي كلها بتاعت الفتحات اللي هي موجوده في الباب المصفح، احيانا في ناس ما بتركبهاش، ممكن ينسى غطا يقع منه وهو الباب جاي. ما تقبلش ابدا الباب من غير الفتحات دي. ليه؟ عشان لما بنحط فوم ورا ومونه ممكن تبقى تظهر من هنا وتعمل مشاكل بعد كده في الباب. زائد الغطا بتاع المفتاح اللي هو الجانبي من المفاتيح الجانبيه لازم برضو يكون راكب. هو الغطا ده لو مش راكب هيفتح لوحده عادي ويقفل برضو عادي، بس هيبقى فيه مشكله بعد كده. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عندي هنا في القفل بتاع الدليفري، لازم برضو اتاكد ان هو راكب. ده طبعا مش هيبان معايا الا لما اركب الباب. تعالى من جوه انا اوريك القفل ده بيشتغل ازاي. تعالى من جوه. طبعا كل قفل من بره مفيش مشكله فيها. طيب لما اجي اقفل من جوه الباب قفل لوحده، انا ما قفلتوش بايدي يعني. بص كده الباب انا بس وديته كده بالراحه خالص وسايبه قفل. تمام؟ الدليفري هنا لما بفتح الدليفري كده وافتح كده الباب بتلاقي هنا ظهر ايه؟ تاخد شويه كده، هات الكاميرا هنا كده، بتلاقي ظهر معاك ايه؟ القفل بتاع الدليفري ده لازم يكون موجود معاك. طيب انا عاوز انبه على ايه تاني برضو. تعالى هنا كده، لازم قبل ما الباب يتحط فوم حواليه ويتقفل بالمونه، لازم تتاكد ان كل جنب فيه 3 مسامير، مسمار تحت ومسمار في النص ومسمار فوق. ال3 مسامير دول كلهم متركبين طبعا داخل الحيطه. الباب لوحده من غير فوم ومن غير مونه متين، ما تعرفش تحركه اصلا من مكانه. لما الثانيه كذلك، في عندي 3 مسامير طبعا 20 سم، مسامير متينه. اخر ملحوظه بقى في الباب، تعالى معايا كده خارجيا برضه اتاكد ان العدسه ان هي شغاله. تمام. اهم حاجه عندي بقى، اهم حاجه عندي لو انت بتشطب شقه وطبعا الصناعيه معاهم المفتاح، اوعى تسيب لهم المفاتيح دي كلها او تسيب لهم المفتاح العمومي. ده العمومي بتاع ايه؟ بتاع الباب. طب انا اعمل ايه؟ انا باجي اخد القفل اللي فوق ده القلب بتاعه واحطه هنا عشان ده مش رئيسي قوي، واخد الرئيسي ده اعينه معايا، ولما اشطب الشقه خالص ارجع القفل ده مكان ده. يبقى ده بتاع العمال، بديله العمال وده بعينه معايا كامل عشان ما حدش يبص ايه يقدر ان هو يلعب في مفتاح الشقه. برضو تعال معايا بصه سريعه كده. شغالين هنا في الجبسون بورد. طبعا المطبخ زي ما قلت لكم قبل كده، المطبخ رش الفوم خلاص. هنا المطبخ زي ما قلت لكم، المطبخ احنا بنركب الجبسون بورد بعد السيراميك، عشان زي ما انتم شايفين كده بيكون مطبق معاه قافل جدا على السيراميك وما فيش اي تعقيب عليه، ولسه بنديله بعد كده بقى ايه معجون وبنقفل كل الكلام ده. وهنا برضو الاوميجا باينه اهي، الاوميجا باينه على بعد كام؟ 50 سم و40 سم. ده غير ان في حاجات اصلا لو السي نفسها ظاهره على بعد بسيط، والمسافات دي كلها موضحه برضه. الاوميجا والسي على المسافات بتاعتهم لازم تكون قريبه، لان كل ما تقرب من بعضها كل ما العزم بتاع الجبسون بورد بيكون ايه؟ متين. تمام؟ ناقص بس الحمامين التانيين لسه هيتعملوا، برضه هيتعملوا جبسون بورد، بس هنا المطبخ معمول احمر عشان يبقى مقاوم للحراره، والحمامات هتتعمل اخضر، شغالين فيها ان شاء الله.